السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا كويسين وبخير يا رب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. زي ما تعودنا قبل اي فيديو نترحم على والدي ووالدتي وعلى اموات المسلمين اجمعين. ربنا يا رب يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنه يا رب، ويصبرنا يا رب على فراق. امين يا رب. يلا نخش على الوصفه بتاعتنا نشوف احنا النهارده ايه هنعمل ايه مع بعض. يلا نخش على الوصفه بتاعتنا. اول حاجه معايا الفورمه الصغننه دي، صينيه صغننه قوي. تمام. هتعملي ايه؟ هعمل جلاش، بس هعمله بقى على البوتاجاز من فوق. ازاي يعني؟ هعمله على البوتاجاز من فوق زي ما هتشوفي دلوقتي حالا. هنعمله دلوقتي مع بعض على الفرن، على البوتاجاز من فوق، مش هنعمله في الفرن زي كل مره. نجيب بس السمنه بتاعتنا. هنقسم بس ديت. بسم الله. عشان طبعا الفورمه بتاعتنا صغيره. ماشي، مش مشكله، ما هتتقطع عادي، مش مشكله. هنجيب ايه دلوقتي؟ الفورمه بتاعتنا معايا اهي. هحط بس فيها سمنه اهي. يلا بقى اجبري بخاطر اختك كده باللايك الجميل والدعوه الحلوه من قلبك، واشتركي في القناه لو اول مره بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. وايه الفورمه الصغننه دي؟ ايه رايكم فيها؟ شكلها حلو صح؟ دهنا الفورمه بتاعتنا اهي بالسمنه بتاعتنا اهو. تمام تمام. ايه الفورمه دي؟ جميله جدا، صدقيني لو انت عندك منها والله العظيم جامده جدا. هنعمل ايه؟ بسم الله. احنا هنحط بقى نفرد كده. شايفيني؟ لا مش شايفين قوي. لو انت بقى حابه ايه يعني الصغننه دي، لو انت حابه تعملي ايه، لو انت حابه ان انت يعني انت مثلا بتحبي الجلاش ده محشي بقى ايه، جوز الهند، زبيب، رمضان داخل عليكي، فانت بتحبي تعملي ايه الجلاش بتاعك ايه، محشي. او بتحبيه مثلا بالكريمه الكدابه، بتحبيه بالكاستر. ولادك مش بيحبوه بالكلام ده، انت بقى بتحبيه بالكلام ده. انت هتعملي ايه؟ عندك الفرم اهي. هتعملي ايه؟ انا مش هعملها بحاجه. انا عشان زي ما قلت لكم انا ولادي بيحبوه. انا نسيت احط ايه ما بين كل ورقه وورقه السمنه بتاعتي. سرحت معاكم في الكلام اهو. ما بين كل ورقه وورقه لايه نحط ايه السمنه بتاعتنا. تمام. فزي ما بقول لك كده، لو انت ما بتحبي يعني ولادك ما بيحبوش ده الجلاش محشي وانت بتحبيه، هتعملي كل واحد ايه اللي هو عايزه. انت هتعملي المحشي لنفسك او مثلا لجوزك او حد من ولادك بيحب اللي هو المحشي ده. هتحاولي ان انت تظبطي كل واحد اللي هو ايه اللي هو عايزه. وبلفه جلاش واحده هتعملي بسم الله ما شاء الله كذا صنف وكذا واحد. تمام. ما بين كل ورقه وورقه السمنه بتاعتنا، سمنه بقى او زبده اللي بتحبي تشتغلي بيه هتشتغلي بيه اهو. ما بين كل واحده وواحده هنحط ايه السمنه بتاعتنا. انا مش هحشيه زي ما قلت لكم حاجه اهو. هنبتدي بقى نطبق. بصي ما خدتش مني ورق كتير ازاي ولا اي حاجه. كده تبقى رقيقه قوي جميله وهتبقى تحفه معاكي، تبقى عامله زي الفطيره بالظبط. ولا ورقتي بقى ولا قطعتي وفردتي والكلام ده كله. احنا كل اللي عملناه جبنا لفه الجلاش وزي ما انت شفتي دلوقتي كده، وهنبتدي ايه نطبق الجلاش بتاعنا كده اهو. طبقيها عدله اهو. تمام. كده بقى لو وصلتي لغايه هنا اجبري بخاطري بالدعوه الحلوه واللايك الجميل، واشتركي في القناه لو اول مره بتشوفينا، وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. هنعملها على البوتاجاز من فوق. ازاي يعني؟
شفتي الرقاق؟ مش انت الرقاق بتعمليها على البوتاجاز من فوق؟ احنا هنعملها زيها زي الرقاق. طيب يا بنتي ده حاجه وده حاجه، جربي، خليكي معايا لاخر الفيديو واحنا هنشوفها مع بعض. احنا هنعملها زي الفطيره بالظبط. ما بين كل واحده وواحده هنحط ايه؟ دهنه السمنه بتاعتنا او الزبده حسب ما انت بتحبي تشتغلي. عندك زبده هتشتغلي بيها، عندك سمنه اشتغلي بيها، عايزه زيت على سمنه براحتك، اللي موجود عندك والمتوفر عندك هتشتغلي بيه. مش بأيدك بأي حاجة زي ما بقولك على طول، ما بأيدكيش بحاجة. تمام اهو. انا مسحة السمنة مسحة بسيطة جدا عشان ما حدش يقول انت بتحطي سمنة كتير. لا انا مش بحط سمنة كتير عشان زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديو قبل كده، قلت لكم انا السمنة والكلام ده بيتعبني، يعني الحاجة اللي فيها دهون كتير بتتعبني، فانا ما بحبش احط فيها ايه دهون كتير. ناخد بقى ورقة تانية نغطي بيها كل ده. شايفين؟ شايفينها؟ دي واحدة بقى من الورق الكبير الجميل ده اهو. هنعمل ايه؟ هنغطي كل اللي احنا عملناه ده، هندخلها لتحت كده اهي. بس بالراحة عشان ايه متتقطعش مني. اهم حاجة اللي معايا من فوق دي مش عايزاها تتقطع عشان اعرف اقلب الايه اهو. بس برضه هنحط على وشها الايه السمنة بتاعتنا اهي. وهنبتدي دلوقتي انا هعمل معاكم دي بس، وبعد كده هعمل 2 تاني، ولا نعمل واحدة يجيب واحدة تانية، نعمل واحدة تانية وهنسقيها بالعسل بتاعنا. خليكم بس معايا لاخر الفيديو وانتوا تشوفوا احنا هنعمل ايه مع بعض اهو. هرفعها بقى دلوقتي على النار، على النار بتاعتنا. نجيب بقى حاجتنا كده على جنب اهو. انا مش هقطعها دلوقتي، انا هقطعها بعد ما تخلص ايه سوا. تمام؟ هتعمليها وهتدعيلي باذن الله. بصوا شكلها، بصوا شبه الفطيره ازاي. نفتحها بقى على النار بتاعتنا، شغلت النار اهو. نبدا نلفلف فيها كده. انا النار بتاعتي واطيه مش معليها قوي عشان ما تتحرقش مني. خلي بالك دي سريعه جدا، بسيطه جدا جدا جدا، ولا فيها اي تعقيدات ولا اي حاجه. بس زي ما بقول لك كده، اكتبي بخاطري بالدعوه الحلوه واللايك الجميل، واشتركي في القناه لو اول مره بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. تقدري طول ما انت واقفه زي ما عايزينك بتعملي الرقاق. تمام؟ وهياخد معانا لون. اول ما تحسي ان هو خد لون من تحت هنشوف دلوقتي هنعمل ايه مع بعض. بصوا سهله جدا والله العظيم، بسيطه جدا وسهله جدا 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 جدا. بصوا بدات تتحرك ازاي، شايفينها بتتحرك في الفورمه بتاعتي ازاي او في الصينيه الصغننه ديت. بصوا بتتحرك كده، بدات ان هي ايه خلاص كده هتحمر معايا. ايدك فيها على طول عشان خاطر ما تتلزقش مننا وتلاقيها اتحرقت منك. لا احنا مش عايزينها تتحرق ولا تلزق. طول ما انت واقفه كده زي ما انا بعمل كده، لفي الصينيه بتاعتك كده عشان خاطر ما تتحرقش معانا. عايزه تعمليها بالكاستر، عايزه تعمليها بالكريمه اللي هي الكدابه براحتك، عايزه تعمليها بالكنافه برضو براحتك.
انا بديكي افكار وانت اشتغلي بيها. اهي بدات تحمر من تحت، بصوا شكل، مش سامعين؟ بصوا استنى، بصوا بتتحرك ازاي كده. خلاص تمام، اتعملت من تحت. بصي سهله ازاي وبسيطه جدا 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 جدا. هنقلبها بقى على الناحيه التانيه. نجيب بس الطبق وهقلبها واوريها لكم اهي. بصوا بقى بعد ما قلبتها، شايفين؟ اهم حاجه خلي النار واطيه عليها عشان كمان الجلاش يستوي من جوه. يعني انا الجلاش بدا عندي يتنفخ، فاهميني؟ رحت انا قلباه اهو. يعملوا زي الرقاق بالظبط. اتعاملي معاه، عايزينك بتتعاملي مع الرقاق بالظبط. تمام اهو، والله العظيم بيتنفخ ما شاء الله. تمام زي الفطيره. اهم حاجه نوطي النار بس عشان ما يتحرقش معانا ويستوي معانا كويس من جوه. بيتنفخ بقى معانا، ولا حطينا بيكنج باودر ولا حطينا اي حاجه، وسهل جدا وما خدش معايا 5 دقايق ايه على النار اهو. بصوا بيرتفع ازاي، شايفين الهوا ما شاء الله. انا هخلص ديا وهنزلها في الطبق بتاعي، وهبتدي اعمل واحده تاني بس مش هوريها لكم، هوريكم بقى ايه بعد ما اخلص خالص. لو انت حابه تعملي صينيه كبيره وتعمليها بردك بنفس ما انا عملتها كده على النار اعمليها، بس اهم حاجه تخلي بالك وتوطي النار بتاعتك عشان تبقى كلها ايه مستويه. ما شاء الله اهي كده تمام تمام قوي قوي. هنرجعها بقى ايه نحطها في الطبق بتاعنا اهو. استنى عشان نبدأ نحط عليها الايه العسل بتاعنا اهي. بصوا حطيتها في الطبق اهو، وابتدي احط بقى عليها ايه، واحط عليها شويه من العسل. يا بنتي طب الجلاش ده الجلاش التاني هينشف، وما انت تعملي ده لا مش هينشف ان شاء الله. العسل بتاعي ساقع في التلاجة اهو. بسم الله اهو. بس يا ستي وبرضه هتشرب اللي هتشربه، وهنروح ايه مصفيين. احنا بنتعامل معاه عايزينك بتعملي رقاق، فاهماني؟ ان شاء الله يطلع معاكي تحفه 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 تحفه. هبتدي بقى اعمل واحده تانية، نسيب ده بقى يتشرب كده شويه من العسل، واعمل واحده تاني واوريهم لكم بقى ايه بعد ما اخلصه. تمام نجيب بقى كده على جنب، ونجيب بقى ايه التانية ونعملها، وهرجع لكم بعد ما اخلص التانية اهو. كده خلاص خلصتهم اهو، زي ما انتم شايفين شكلهم التحفه كده، وما خدوش مني 5 دقايق على النار، والله العظيم ما خدوا مني اي وقت. زي ما انتم شايفين كده هقطعهم واوريهم لكم اهو. بصوا بقى ده شكله بعد ما خلاص قطعته حاجه كده بسم الله ما شاء الله. بصوا شايفين تحفه، تسويته ما خدتش معانا 5 دقايق على النار. شايفين شكله والله العظيم تحفه. عشان دي مش سلكه اهي. بصوا مورق من جوه ازاي، اعزلنه فطير مش جلاش. تحفه تحفه تحفه. جربوه بنفس طريقتي دي، وان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم وهتعتمديها، وعلى طول هتعملي بنفس الطريقه دي على النار من فوق، على النار من فوق مش في الفرن.
بصوا شكله تحفه ومستوي من جوه وزي الفل. اهم حاجه وطي عليه النار عشان يبقى كله ايه مستوي معاكي. تمام. يلا لو وصلتوا لغايه هنا اجبروا بخاطري باللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد، واعملي شير كتير كتير كتير. طب انا هشير ازاي؟ تحت الفيديو بتاعي مكتوب كلمه مشاركه، دوسي عليها هتشير الفيديو زي ما انت عايزه. اجبروا بخاطري وفرحوا قلبي بالدعوه الحلوه. بصوا بقى، انا بعد ما خلصته جبت العسل بتاعي او الشربات جبته ساقع من التلاجة، انا عاملاه عيناه في التلاجة. بروح ايه يعني، انا خلاص خلصت دي، جبتها سخنه كده من على النار، رحت جايبه الشربات بتاعي ساقع ورحت حاطاه عليها. تمام. يلا اكبروا بخاطرنا بقى بالدعوه الحلوه واللايك الجميل واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا استنونا بقى ان شاء الله فيديوهات تانية كتير جايه باذن الله. شايفين دي انا حاطه عليها كده، دي مش حاطه عليها حاجه عشان ولادي مش بيحبوا جوز الهند.